السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. اتكلمنا على الكيتو وفهمنا ان ازاي بيبدأ الجسم يدخل في النظام الكيتو. هو انت مجرد ما الجسم بدأ ينتج الاجسام الكيتونية دي زي ما قلنا المرة اللي فاتت بشكل كبير ويعتمد عليها في ان هي تأكسد الدهون لانتاج الطاقة، انت كده حولت الجسم من نظام ان هو بيستخدم الكارب لانتاج الطاقة للدهون. ده اللي هو اسمه الكيتو. في فتره بقى كده اللي هي في الفتره اللي في الاول دي عشان الجسم يشفت من ده لده بتبقى حاجه اسمها عندي كيتو فلو. يعني ايه؟ حاجه كده نفس احساس او نفس شعور كده بان عندك بدايه دور برد، حاسس ان طاقتك قليله، المود مش كويس، في دوخه بسيطه. كل ده لان انت الجسم لسه مش قادر ينتج طاقه من الدهون وانت مش بتديله الكارب اللي هو بيعتمد عليه انتاج الطاقه. بعد اسبوع تقريبا خلاص الجسم بيقدر يفوق تاني وبيستخدم الدهون على انها مصدر للطاقه. ايه الاكل المسموح وايه اللي مش مسموح بيه في نظام الدايت بتاع الكيتو؟ اول حاجه اللي مش مسموح ان احنا بنعمل تقييد قوي جدا لاي حاجه فيها كارب. يعني هنلاقي الخضار والفاكهه تقريبا بيكونوا ممنوعين. يعني لو بصينا على الفاكهه هنلاقيها كلها ممنوعه ما عدا الكيوي والفراوله والتوت والكريز والافوكادو. دول بس اللي مسموح بيهم في نظام الكيتو. لما نبص مثلا على البقوليات هنلاقيها برضو مش معانا خالص لان هي الكارب فيها عالي، فبالتالي ممكن تخرج الجسم بره الكيتو. ليه انا مصمم ما اخدش حاجه فيها كارب عالي؟ لان الجسم بيميل دايما للاسهل، وهو اسهل له ان هو يستخدم الكارب في انتاج الطاقه. فمجرد ما انت تدخل له حاجه فيها كارب عالي هيروح مخرجك على طول من الكيتوجينيك ويبدا يعتمد تاني على الكارب في ايه؟ في انتاج الطاقه. انت هتقدر ترجع تاني بس الشيفت ده هياخد معاك وقت. فعشان كده احنا اي حاجه الكارب فيها بيكون عالي بتكون ممنوعه. الايس كريم، اي حاجه سكر ابيض، العسل حتى الابيض، وطبعا العسل الاسود كمان مش معانا. خد بالك بقى من نقطه مهمه قوي، ان احنا لما نمنع الكارب بالصوره دي هتلاقي دايما الناس اللي بتعمل كيتوجينيك بيشتكي ان هو بيجيله شد في العضل. ليه بقى؟ لان هيحصل عجز في البوتاسيوم وفي المغنيسيوم، بالتالي احنا لازم نعتمد عليهم او لازم ناخدهم من بره عشان انا مش هعرف اعوض الجسم بالاكل منهم. مسموح بايه؟ مسموح عندي اي نوع لحوم، ده ما عنديش فيه مشكله خالص. سمك، فراخ، اللحمه ما عنديش فيها مشكله، بس ما غرقش الموضوع بقى بط عشان فيه دهون عاليه واقعد احطه في سمنه واحطه في زيت. عشان الناس لما بتلاقي ان كميه الدهون اللي بتاخدها في خلال اليوم كبيره بيبداوا يعكوا جامد جدا. لا، انا الدهون اللي مسموحه عندي او الدهون الصحيه عندي حاجه مثلا زي زيت الزيتون، عندي حاجه زي الزيت الحار وده اللي هو زيت بذور الكتان، عندي الزبده والسمنه البلدي. طبعا السمنات اللي هي الانواع التانية دي بتكون مهدرجه، دي اصلا المفروض ما تدخلش البيت اساسا. عندي زبده اللوز وزبده الكاجو، وعندي لبن اللوز، وعندي جوز الهند والمكسرات. طبعا دي كلها حاجات بتعتبر دهون صحيه. الفول السوداني او زبده الفول السوداني الاثنين مش معانا لان دول بيعتبروا من البقوليات الكارب فيهم عالي، مش بيعتبر من المكسرات. يعني السوداني مش بيعتبر من المكسرات. ليه البروتين برضو بيكون بنسبه معينه تقريبا بتوصل 20% بس؟ لان انا في عندي بعض الاحماض الامينيه اللي هي ممكن تروح للبنكرياس وتخليه يفرز انسولين، بالتالي هيخرجني بره نظام الكيتو. معناه ايه الكلام ده؟ ان انا لما اقول لك انت بتاخد في اليوم 75% دهون و20% بروتين و5% بس كارب، ان انت المفروض تحقق النسب دي في كل وجبه. يعني ما تجيش مثلا تفتح علبه تونه وتاكل تونه وتقول انا كده خدت وجبه. لا، ليه ما ينفعش؟ لان نسبه البروتين فيها عاليه قوي في مقابل نسبه الدهون. يبقى انا المفروض احقق النسبه دي في كل وجبه على مدار اليوم. اشوفكم على خير ان شاء الله. وفي شويه نصايح كده هقولها لكم بالنسبه لاي حد عاوز يعمل نظام الكيتو، وهقول لك كمان تخرج من نظام الكيتو ازاي. اشوفكم على خير.